يقول كتب السلف الصالح أمثال ما فهمت الكتابة من بعده إلى وقت الحبيب علي بن عبد الله بن سقاف والحبيب عبد القادر ماذا قالوا عن حديث أم السنة وعن الركنية. الحبايب ما ذكروا هذا الشيء فيه. وإذا أردت تلتزم بما هم عليه لا تذكر فقه التحولات ولا تقرأ ولا تدرسه، اتركه. واحد أعطاك جهاز جديد يساعدك في نشر العلم، لا تسوي، لأن الأولين ما سوت. ميكروفون لا تسويه، لأن الأولين الحبيب علي بن شهاب وفلان ما استخدموا. كيف نحن الآن نستخدم هذا؟ لأن الزمن يقتضيه. فلما نتكلم عن فقه التحولات نحن عرفنا أن فقه التحولات سلوك تصرف فيه الحبيب عبد القادر، وعرفناه من سلوكه. هو ما قال أركان 4 ولا 6 ولا 8، لكن لما جالسناه وعاصرناه قارنا بين الكلام المكتوب وبين سلوكه، فرأينا مواقفه تدل على ذلك. لأن عندنا في فقه التحولات سنة يسموها سنة المواقف، عرفت من خلال سلوكهم. وأي شخص يقف عند هذه الأسئلة أرجو رجاء خاص لا يأخذ فقه التحولات ولا يدرسه، بل وصح له وجاز له أن يمنع الناس عنه، لا مانع، لأن هذا العلم سيفرض نفسه رضي الناس أو لم يرضون، لأنه مأذون به. الشيء المأذون به رضي الناس أو لم يرضون سيظهر في يوم ما. الذي لا يريد لا يكلف نفسه، ونقول لا يكلف نفسه. قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان شيخنا الحبيب عبد القادر احنا جالسناه أكثر مما جالسوا كثير من الحاضرين بالنسبة للطلاب، يمكن بعض الحبايب اللي جالسوا في صدر المجلس أو في غيره، مجالسنا الدائمة المستمرة لابد أن يعرف الإنسان منها ملمح، هذا اللي يسميه التلميح. ولا أريد أقرأ التفاصيل في هذا الجانب، لكن أقول أن هؤلاء اللي ذكرهم سلوكهم كان على هذا المعنى. مرة من المرات جاءت مجموعة عند الحبيب عبد القادر، أو جاء رجل وشتم الحبيب عبد القادر في المجلس شتم شديد، حتى وصفه والعياذ بالله بالنفاق، وهو كان معتمد على الجهة التي يتكلم باسمها، وأصحابنا ما يقدروا يتكلموا بشيء، كل واحد منا مرهون بورقة، والحبيب ما يتكلم. هذا الموقف سنة موقف، ساكت مطأطئ رأسه وساكت. نحن نشوف أمامنا هذا الكلام، نحن قلوبنا تفور. فرغ الرجل من الكلام والشتم، رتب الحبيب الفاتحة وقال بارك الله فيك، وخرجت الناس. عندما جئت للحبيب في الليلة الثانية بعد ما توقف الدرس، فقلت له هذا الكلام اللي سمعناه شق علينا. فقال كأنكم تريدوا مراتب أهلكم من غير عناء، من غير تعب. ما يأتي مقام الرجولة إلا إذا شتمت. وبعد يتكلم عما جرى من عصر النبي محمد ومن بعده من آل البيت ومن بعده ومن بعده. هذا الذي أنا استوحيت منه ومن كلامه التدرج في الفقه، في فقه التحول، حتى وصل إلى جده عمر بن سقاف، وذكر قصة قرأت له وكيف موقفه. وإذا هو ذكر إلى عمر بن سقاف أنا أقول وهذا موقف الحبيب من بعده، كيف فعل مع من يؤذيه ومع من يشتمه. فهذه مواقف ملمح ورمز يبين لنا أن هؤلاء مستوعبين كيف التعامل مع الواقع، كيف التعامل مع الضد، كيف التعامل مع المؤذي. فهذا نموذج من نماذج العلم. اللهم أن مراتب العرفان التي كانوا فيها كانت تلزمهم السكوت وعدم كشف أوراق الناس. عندما جاء الجيل الذي نحن نعاصره، الحبيب عمر يعاصر هذا الجيل، نحن نعاصر هذا الجيل، هذا الجيل ما يدرس الإحسان. عاد حد على مرتبة الحبيب عبد القادر يدرس الإحسان ولا الشيوخ الأولين؟ ما عاد تدرسون الإحسان، أنتم طلبة شبكات تواصل، كلكم الآن معكم أجهزة تتصلون بالعالم في كل مكان. لا تدافعون عن السلف كذب، لأن احنا ارتبطنا الآن بمدارس أخرى وبأقوال أخرى. إذن يبقى بعد هذا مع هذا التحول لابد من وجود تحول في حمل مسألة التأثير على الجيل، لأن الآن يسهل لأي واحد منكم أن يسمع أي داعي في المجتمع، يفتح هذه الشبكات التواصل،
يسمع الذي يسب أهل البيت، الذي يمدح أهل البيت بالإفراط، الذي يكذب بعلامات الساعة، الذي يتكلم عن العلمانية. مفتوح الخطاب كل يوم. لذلك لما جاء هذا العلم عبارة عن تحصين، وهذا معروف أنه يقوم بمهمة تجديد الخطاب الإسلامي، ويقوم بكذلك صيانة العلوم الثلاثة: علم الإسلام والإيمان والإحسان. والحمد لله أن ما جينا شيء من عندنا، احنا جيناكم كلام النبي، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أن يأخذ به فهذا سينفعه، ما أحب أن يأخذ به يتركه ولا يشغل نفسه بمثل هذا الكلام الذي قد يراه هو من نافلة القول. القول بالركنية ليس فيه كلمة تشير للإجماع، يعني ليس فيه نص للإجماع. ما هو الإجماع؟ إيه هو الإجماع؟ الإجماع ما اتفق عليه علماء الأصول. طيب هل اتفق علماء الأصول في علامة الساعة ودخلوها في الإجماع؟ ما دخلت في الإجماع، إذن ليست مرتبطة بشروط الإجماع. علامات الساعة ما دخلت في الأركان الثلاثة، ما دخلت في تغيير السنة القولية والفعلية والتقريرية، تركت. اليوم لما نتكلم نحن عن هذا العلم نقول إن هذا العلم لم يجمع عليه، يعني لم يتكلم عنه. إذا تريد أن تخرق الإجماع تكلم عن شيء مما يتكلم عنه علماء الأصول، لكن لم يتكلم عنه علماء الأصول فهو خارج الإجماع. فنحن لم نخرج الإجماع على الإطلاق، بل أيدنا الإجماع وساعدنا على حفظ شروط الإجماع، وساعدنا على حفظ شروط علم الأصول باعتبار التجديد الذي يساعد على معرفة الصيانة لهذه العلوم الشرعية الثلاثة.